في اليابان مكفول لكل إنسان بكفالة الله سبحانه وتعالى، فهذا رجل مهرج، يعني هذا أسلوب تهريجي. لكن الذي أريد أن أهتم به المغالطات التي تورط فيها الأخ الدكتور محسن. أولا كلامه عن مجتمع المملكة مجتمع قبلي خطير إلى آخره، هذه من أساطير آل سعود القديمة. القبلية انتهت في الجزيرة العربية جملة، وإن كانت هناك قبلية فهي في اليمن، وهذا اليمن على قبليته ما احتاج أن يجتمع على أسرة، وليس بحاجة إلى أسرة، ولم يعد أحد في هذا العصر بحاجة إلى أسرة بحمد الله. ثانيا المغالطة بضرب النموذج الأردني والنموذج المغربي، هاتان دولتان يستحى من ذكرهما. الأردن ما هي إلا كيان لحراسة إسرائيل، كيان هزيل أنشأته بريطانيا، كل أحد يعرف هذا. والمغرب مسخ خارج عن النطاق الإسلامي من 4 قرون، وكان دوما متآمرا مع الأسبان والبرتغاليين ضد الجزائر والدولة العثمانية. فليس هذا بالنموذج الذي تضرب إليه آباط الإبل للأسف الشديد. نعم صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشي شهر على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لأنه تيقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأول. ثانيا المنشور اللي كان تيتوزع في مراكش في يوم 6/1/84، خليك منه بعد الفقرات. وها إيران هذه قتل هنا تيضر الفلوس بابي كلاسي والصور ملونة. صاحبنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي، حيث يعيش مخاضا صعبة، يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي، والأجدر أن يسمى قمة التآمر الجاهلي. هؤلاء هم الحكام المتسلطين على رقاب شعوبنا الإسلامية، والذي لا يكاد ينجو واحد منهم من ارتباطه بالعمالته لأحد الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا، وزيد على الناج في الصفحة الأولى والثانية. إذن النتيجة نتاع هادشي كله، النتيجة نتاع هادشي كله أن أولا هذه عمليات خارجية أجنبية حاولت أنها تعمل اضطرابات في هذا البلد. هذا البلبلة والهلهلة والكلام الفاضي هذا ما حد يمشي على أحد، ولا بكرة من حق الشعب السوري يقول الله يخلصنا منكم يا جميع المسلمين، على أحرار شام، على داعش، على إبليس، هاتوا لنا بشار ولا بن بشار أحسن منكم. ولا أحد يقدر يلومهم ذيك الساعة، مثل ما حصل الشعب الجزائري. كل شعب الغربة، الشعب الجزائري في الفتنة اللي حصلت من الجماعة الإجرامية المسلحة ونزيف الدم الرهيب اللي حصل سبب. الآن الشعب أصبح مثل مكسح الرجلين، مع أن الشعب الجزائري معروف بحرارة الطبع وسرعة الانفعال. وفي التاريخ بعد سقوط الأندلس كان له أدوار مجيدة في محاربة الغزوات الصليبية. صحيح وقع في النهاية تحت الاحتلال، العالم الإسلامي كله في حالة انحدار للأسف الشديد، لكنه الحق بالغربيين هزائم. هزيمة وادي الملوك اللي قتل فيها كذا 4 من ملوكهم، هزيمة تاريخية قصمت ظهر الصليبيين وأبعدتهم عن الشاطئ الأفريقي فوق 100 سنة وكسر. معارك كبرى كان قام بها، اللي قام بها الشعب الجزائري، بخلاف المغرب اللي فيه نوع من الليون أو الخنوع، ضاحكين عليها هذول يدعوا أنهم حسنيين وحسين الدجالين. هذول معارك كبرى كان قام بها، اللي قام بها الشعب الجزائري، بخلاف المغرب اللي فيه نوع من الليون أو الخنوع، ضاحكين عليها هذول يدعوا أنهم حسنيين وحسين الدجالين. هذول محيدينه فخنعوا. هذا شعب عزيمة وقتال، أصيب بصدمة بعد هالعملية الآن. يعني لازم تنتظر هذا الجيل يموت حتى يجي عندك جيل يستعد يضحي ويقاتل من جديد. كان الواحد عندما حصل بسبب هذه جريمة الجماعة عندما حصل قالوا لا بوتفليقة على بلاوي أحسن من هذولي، خليك. لعلكم لاحظتوا قبل في ال6 شهور التي فاتت وحواليها أو قبيلها أن هناك اتجاه واضح أمريكا أنه واضح لتتجه له حل الإشكالية مع إيران.
بعد أن ماطلت مسألة. تعرفون إسرائيل من عدة سنين تنبح تطالب بضرب إيران، والسعودية كذلك تصيح تطالب بضرب إيران، وهددت إسرائيل أن ستتحرك بمفردها، وتمت اتفاقات سرية بين السعودية وإسرائيل بأن تقوم إسرائيل بالضرب وتسمح للسعودية بالمرور عبر الأجواء والتزويد بالوقود جوا إلى آخره وما شاكل ذلك. كل هذه الأمور عالجتها أمريكا بالمماطلة وبالصبر حتى يأس القوم، وطبعا سرا تحذرهم وتنصحهم. نصحت السعودية أنه لن تنفعكم إسرائيل، لأن إيران مجرد ضربة مثل هذه لن تقضي على إيران ولن تحطم النظام. كل ما سيحصل يكون في ردة فعل شرسة، وردة فعل شرسة تكون في المقام الأول ضد السعودية، لأن المسافة من الشط الإيراني إلى الشط السعودي مسافة قصيرة، سيتم تدمير كل منشآتكم البترولية، وحينئذ ما يستطيع أحد يلوم إيران أنها قامت برد العدوان. وإسرائيل بعيدة، ربما توصل إليها بعض صواريخ سكود وكذا مثل ما عمل صدام وتقتل بضعة مئات أو بضعة آلاف، ما هو أمر خطير يقضي على كيان إسرائيل. أما أنتم اللي سيتم تدمير كيانكم، احذروا. وعد مؤخرا صارحتهم أمريكا، يعني بدأت تتقرب منه، وغضبوا ورفضوا الكرسي الذي عرض عليهم في مجلس الأمن إلى آخره، يمدوا بوزهم هالطول، وسووا على طريقة البريما بالارينا. تعرف البريما بالارينا اللي هي راقصة الأوبرا الرئيسية، هذه إذا زعلت وبرطمت معناها خربت الأوبرا، فلازم يروحوا يطبطبوا على راسها وحبيبتي وش اللي زعلك وش مرضيكي، فسوت زي البريما بالارينا تعتقد أمريكا حتيجي تحب راسها. لا، قالت لا بتحب راسكم. أنتوا كيف تتصوروا أنكم تقدروا تقفوا أمام إيران؟ إيران الآن الطائرات الأمريكية طائرات الاستهداف على ارتفاع هائل، رصدت أن هناك سفينة ضخمة يتم بنائها في إحدى المرافق الجافة التي تبنى فيها السفن في إيران. استغربوا من شكل السفينة، شكلها كانت سفينة حربية وكبيرة، فأرسلوا طائرات بدون طيار استطاعت أن تلتقط صور. إيران تبني سفينة حاملة للطائرات، شكلها يبدو أنها نسخة من حاملات الطائرات الأمريكية الكبرى من درجة من طبقة النيمتس كلاس، ذات حمولة أكثر من 80,000 طن التي تحمل بها الطائرة المقاتلة. دولة تصنع حاملة الطائرات، بغض النظر أنها ستكون في مستوى النيمتس أو دون النيمتس، لكن تجرؤت على أن تضع أساس وتبدأ في صناعة حاملة الطائرات، وتصنع صواريخ وتصنع معدات. وأنتم حتى قديما، ما أدري كان الآن تلافوا هذه، قديما في بعض مزارع الدواجن سألت واحد كيف وضع مزارع الدواجن، قال والله كويسة بس إلى الآن ما عندنا الجدات. قلت وش الجدات؟ قال هذه اللي هي الجدات هذه اللي من بيضها يفرخ الأجيال المختلفة، لازم يكون عندك الجدات ولا تبقى دائما تطلب نسل جديد من برا، مع أنهم جدات الدجاج. ابن سعود هذا اللي مخرج من المهلكة، ما أدري هل جابوا بعدين مزارع الفقيهة وغيره جاب جدات ولا لا طور جدات فعنده ما أدري. استغلوا وجيكم. أنا أعرف السفير الأمريكي يتكلم أحيانا معهم في الجلسات الخاصة بأسلوب قذر جدا، قال أنتم شغلكم شغل شرمطة ونسوان، احتفوا بهذه واحتفظوا بالكرسي، ما تقدروا على إيران، ولست كفء لإيران، ولم تعدوا ولا بنيتوا شيء يمكن يواجه إيران أصلا إلى الآن، لا اليوم ولا بكرة ولا 10 سنين. كان موازنة سيكون موازنة عن طريق تركيا مش عن طريقكم، فارضوا بالمكان الثاني ولا في النهاية ستسقطون سقطة ليس لها علاج.